السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف ومطبخ اكلات على قد الايد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية الكفتة دي، كفتة بالبرغل. صينية سهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها كلها ان شاء الله موجودة عندنا في البيت. يعني مش هنحتاج نشتري اي حاجة من بره. هو اللي هتجيبيه من بره ربع كيلو من اللحمة المفرومة. عايزه اقولك ان بربع كيلو من اللحمه المفرومه عملت الصينيه الحلوه دي. حاجه كده تكفي حوالي 6 افراد، يعني تكفي عيله كبيره. تعالي حبيبتي معايا واقولك مكوناتها وكمان الطريقه عامله ازاي. انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا 3 بصلات مبشورين، ومعايا حزمه من البقدونس، ومعايا ربع كوبايه من البرغل نقعتها وعصرتها من الميه، ومعلقة من البقسماط الناعم. والتوابل بتاعتي بسيطة جدا، عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل وشوية بهارات لحمة وشوية من بشر جوزة الطيب. يعني حاجة بسيطة قوي من بشر جوزة الطيب، ما تقلقيش. يعني هي رشة، يعتبر رشة بسيطة قوي. بس هنا لازم اقولك ان في حاجة مهمة لازم تعمليها، ان البرغل والبصل لازم يتعسروا كويس قوي من المية اللي فيهم. يعني بص البرغل عامل ازاي، انا عصره منه الميه تماما، ما فيهوش ميه خالص. والبصل اهو، تفلي البصل بس. خلي بالك يا حبيبتي ان البصل بتاعنا ما يكونش فيه ميه. انا عصرته واخدت الميه بتاعته دي. ان شاء الله هقولك هعمل ايه بالميه البصل دي. ومعلقه اهي من البقسماط الناعم. والتوابل بتاعتنا زي ما قلتلك توابل سهله وبسيطه وموجوده عندنا في البيت. يعني الوصفه بتاعتنا النهارده وصفه كده على قد الايد، مش هتحتاري ولا تتعبي ولا تفكري. جايبالك حاجه سهله وبسيطه ان شاء الله هتعمليها على طول. وهنا بقى انا هبدا اجمع كل الايه المكونات بتاعه الوصفه بتاعتي في الطبق زي ما انت شايفه. بس يا ريت يا حبايبي اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل وصفاتنا. انا هنا هجمع بقى كل الطبق بتاعي. حطيت اللحمه المفرومه وعليها البصل وبعدين البرغل ومعلقه البقسماط الناعم وادي البقدونس. بس انا هنا مش هحط البقدونس كله، انا خدت شويه من البقدونس هشيلهم علشان ساعه التقديم هرشهم كده على الكفته. وادي التوابل بتاعتنا، توابل سهله وبسيطه ان شاء الله. وهبدأ بقى ألم الكلام ده كله كده مع بعضه. يعني أخلي كل المكونات بتاعتي دي تبقى في النهاية اللحمة عبارة عن كورة عجينة، تبقى معايا عجينة ملمومة من كل الحاجات اللي أنا حطها دي. عايزة أقولك إن الوصفة دي حلوة أوي أوي للمدارس، يعني ممكن نعملها للولاد في المدارس. لو عملت لهم سندوتشات كل يوم منها مش هيزهقوا. وبكده تبقي وفرتي، حتى لو يوم ويوم تعملي لهم سندوتشات كفتة والله صدقيني مش هيزهقوا. انا عندي ولادي بيحبوها جدا. فان شاء الله وصفة كده على قد ايديكي وهترمي معاكي كمية حلوة. يعني الوصفة دي كده يعني ممكن تكفي عيلة كبيرة ان شاء الله. هبدأ بقى انا ايه كده اشكل الكفتة بتاعتي. بس طبعا جبت صينية في الاول وحطيت فيها يعني حوالي 3 كده من البصل، قطعتهم حلقات ودبلتهم بشوية ملح وفلفل، ونزلت عليهم بايه بحوالي 3 من الطماطم، 3 حبايات من الطماطم قطعتهم مكعبات، وسويتهم كده في الأرضية بتاعة الصينية. وهنزل بقى بالكفتة بتاعتي، هصبعها طبعا، وهنزل بقى ارصها في الصينية بتاعتي دي. عايزة اقولك ان البصل والطماطم اللي انا قطعتهم دول بيشربوا طبعا من طعم الكفتة، فتحس ان الصينية كلها كفتة، مفيش مثلا خلطة ولا اي حاجة. تحس ان الخلطة دي هي الكفتة نفس الطعم. فبتغمزيها كده بالعيش بتبقى طعمها يعني تحفة جدا، ان شاء الله تعجبك. وهنا انا اخدت مية البصل، حطيت ايدي في مية البصل وبقيت اصبع الكفتة. يعني المية دي، مية البصل دي بتوديلك الكفتة دي في حتة تاني. يعني احنا كده ما رميناش حاجة، حتى المية بتاعت البصل استخدمناها. وهبدأ بقى اصبع بقى الكفتة بتاعتي لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. متنسوش اللايك يا حبايبي، اللايك لأم يوسف بالشكل ده كده. طبعا حجم صباع الكفتة نفسه انت اللي بتحدديه. عايزة تعملي صباع صغير عشان السندوتشات، عايزة تعمليه كده كبير وكل عيل او الاسرة كل على حسب بقى عدد افراد الاسرة
كل واحد ياخد 2 3 على حسب ما تفضلي. يعني الطريقة دي بتاعتك انتي، والتقسيمة بتاعتك انتي برضو. انا بس بقولك على الفكرة، هي مجرد فكرة. انا فيديوهاتي بتبقى عبارة عن فكرة، بقولك على فكرة وانتي تقومي تنفذيها. عجبتك الفكرة بتعمليها. اهي معلومة، يعني معلومة، احنا كلنا حبايبي بنتعلم من بعض. يعني مفيش حد بيعلم حد، كلنا بنتعلم من بعض. بصوا يا حبايبي، كده خلصت خلاص، عملت كل الكمية بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ فاضلي كده خطوة واحدة. هحط عليها كده على الوش شوية من الزيت، لازم ارش عليها شوية من الزيت. هي خطوة مهمة برضو من نجاح الكفتة، الزيت لازم يتحط عليها زيت. شوية صغيرين كده من الزيت على الوش، هيلمع لي الكفتة، وكمان هيدي طعم للبصل والطماطم اللي انا حطاها تحت. يستووا معايا كده بالزيت، هيبقى طعمهم حلو قوي ان شاء الله تعجبك. وصفة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية جدا. فين اللايك يا حبايبي؟ حطيتها انا طبعا في الفرن على اعلى درجة من 15 ل 20 دقيقة لحد ما استوت معانا وبقت بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هعمل لها بقى فحمايه. عايزه اقولك يا حبيبتي ان الفحمايه دي هتخلي لك الكفته دي تقلب لك ريحه البيت، تخلي لك ريحه البيت كله شوي. ربنا يا رب يزيد بيوتكم خير وبركه. هعمل ايه انا بقى؟ ما عنديش فويل، فعملت ايه؟ جبت طبق صغير صيني كده عندي، او استانلس اللي موجود. مفيش فويل مش مهم، احنا اكلاتنا على قد الايد، يعني نتصرف باللي موجود. حطيت عليه الفحمايه ونزلت بشويه من الزيت، وطبعا بسرعه بسرعه ضغطتي غطا حله او فوطه عندك عشان الدخان ما يهربش منك. خلاص كده خدت طعم الفحم معايا. رشيت بقى عليها على الوش كده زي ما انت شايفه البقدونس، وبقى شكلها كده. يا رب تعجبك. لو عجبتك بقى اكتبي لي في التعليقات، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.